واخيرا رجعنا لسلسلة تجميع كل حاجات بلوكس فروت من الصفر. ولكن لو خدت بالك فانا ليفل 1، وده يرجع لنفس السبب اللي خلاني ساحب عن السلسلة فترة، وده لان الحساب راح مننا. الله يخرب بيتك. ولكن ما تقلقش، مش لنفس السبب اللي خلى حساب سلسلة السيف تروح مننا. طمنتنا يا كابتن. لان السبب اللي خلى الحساب بتاع سلسلة السيف يروح مننا ان احنا نسينا الباسورد، ولكن السبب بتاع السلسلة دي ان احنا نسينا الاسم والباسورد. فشختنا يا كابتن. احنا على العموم يعني احنا رجعنا دلوقتي، واكيد يعني مش هنعمل نفس اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات واللي قبله، فعشان كده انا هسكب لك بالفعل ال10 جزر اللي احنا عملناهم قبل كده. يا حبيبي جد حبيبي. طيب ودلوقتي وصلنا ليفل 10 ونقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، وكده نكون ختمنا الجزيرة التانية، وبكده نكون ختمنا الجزيرة التالتة، وكده نكون ختمنا الجزيرة الرابعة، وكده نكون ختمنا الجزيرة الخامسة. بس هي ايه هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ طيب المفروض ان احنا في السلسلة دي بنشتري كل حاجة، وانا لحد دلوقتي ما اشتريتش اي حاجة اصلا. حلوه ولا ايه ده؟ ودوت عشان انا قررت ان انا مش هشتري اي حاجة الا لما اوصل للمستوى اللي انا وصلته في اخر فيديو. صح. ما عدا ان احنا بس هنشتري الهاكي وهنشتري الدبل جوب، وكده احنا جبنا الدبل جوب، وكده احنا جبنا الهاكي هو كمان. الحاجة التانية اللي احنا هنعملها دلوقتي ان احنا بالفعل وصلنا ليفل 120 واحنا مش معانا فاكهة، فخلونا نروح نشتري فاكهة. استرها معانا يا رب. طيب ودلوقتي جينا عشان نشتري فاكهة، وفي واحد قال لي افتح فاكهة على حظه، فالفاكهة اللي معانا في فيديو النهاردة على حظ عمنا ده. طيب ونقدر نقول دلوقتي ان احنا جبنا الفاكهة اللي معانا في فيديو النهاردة، وهي فاكهة ايه الخاري ده؟ ده انا عمري ما استعملت الفاكهة دي في اي حساب ولا بالغلط حتى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ طب انا هلعب بدي ازاي دي دلوقتي؟ دي فاكهة ايه اصلا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يلا اسود. المفروض ان بالفاكهة دي انا هختم العالم الاول كامل في فيديو النهاردة. ودلوقتي هنبدأ نعمل الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو التاني اللي هو تقريبا 5 جزر كمان، وكده نكون خلصنا الجزيرة اللي بعدها، وكده نكون ختمنا جزيرة السما هي كمان، وخلصنا جزيرة السجن، وخلصنا جزيرة الكولسيوم، ونقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، وختمنا جزيرة البركان او الحمم. ودلوقتي نقدر نقول ان احنا عملنا والحمد لله كل اللي احنا عملناه في الفيديوهين اللي فاتوا. ولا اي كلام ولا اي كلام. وبما اننا وصلنا لنفس المستوى اللي احنا وصلنا له في الفيديوهين اللي فاتوا، فخلينا نبدأ نشتري الحاجات اللي احنا جبناها في الفيديوهين اللي فاتوا. وده اول سيف نقدر نقول ان احنا اشتريناه، وتاني سيف نقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسيف الاول نقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسيف التاني نقدر نقول ان احنا اشتريناه. عندنا الشوب التاني هتخش له من هنا هتلاقي الاسلوب بتاع سانجي، ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، ولكن للاسف احنا مش هنلعب بيه اصلا، لان احنا هنروح بالفعل نجيب اسلوب البارك، وهنخلص اسلوب البارك ونجيب بعده اسلوب البرمائيين ولا اسلوب السمك ولا مش عارف اسمه اسلوب ايه. لا هنغلط يابا. فاحنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا اشتريناه على الفاضي، ولكن عشان احنا بنشتري كل حاجه فاحنا هنشتريه برضه. وخلينا نروح الجزيره اللي بعدها اللي هي جزيره التلج تقريبا، ولكن خلينا نروح قبلها جزيره الميدل تاور. السلاح الاول ب 5000 واحنا اشتريناه، السلاح التاني ب 8000 واشتريناه، السلاح الرابع ب 10500 ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسيف الاول ب 60000 ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسيف التاني ب 100000 ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، وعندنا الفلاش ستاب هنا ب 100000 ونقدر نقول ان احنا اشتريناها. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ وافتكرت دلوقتي موضوع الشوب السري اللي في جزيرة الصحراء، فخلينا نروحه. طيب وجينا جزيرة الصحراء، والمكان السري يا جماعة بيبقى موجود هنا في شيست بيبقى محطوط، بس انا خدته. هتخش من هنا وتمشي لغاية اخر الطريق، وبعدها هتطلع من هنا هتلاقي عم حسن، وهو فعلا اسمه حسن، قاعد مستنيك هنا. بيقول لك انت مش مستعد دلوقتي عشان تشتري مني الايتم، اتكل على الله، ولما تبقى مستعد ابقى تعالى يا باشا. فانا مش فاهم يا باشا، يعني استعد اعمل ايه؟ اكل حلاوه مثلا؟
على العموم انا همشي وهنروح دلوقتي الجزيرة اللي بعدها اللي هي جزيرة السما. طيب وجينا جزيرة السما وعندنا هنا سيف اوياجي والسيف التاني. خلينا نشتري السيف التاني الاول، والسيف الاولاني ب 400,000 ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسيف التاني اللي هو سيف اوياجي بمليون ونقدر نقول ان احنا اشتريناه، واسلوب البارك نقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسلاح الاول ب 30,000 نقدر نقول ان احنا اشتريناه، والسلاح التاني ب 65,000 نقدر نقول ان احنا اشتريناه، يا عم ارحمني. والسلاح الاخير ب 100,000 والنهار طلع علينا ونقدر نقول ان احنا اشتريناه. يا ناس حد يرحمني من الواد ده. وعنده هنا الوشاح ب 50,000 ونقدر نقول ان احنا اشتريناه. طيب ودلوقتي دخلنا جزيرة البركان وعندنا هنا ريلي، بس احنا بالفعل اشترينا كل حاجة من عنده. وعندنا هنا الشوب المخفي في جزيرة البركان اللي احنا هنشتري من عنده دلوقتي السيف ابو 750,000. ده نهار ازرق يا استاذ. ونقدر نقول ان احنا كده عملنا كل اللي احنا عملناه في الفيديوهين اللي فاتوا. خلاص الآن نعيش وإحنا مبسوطين. وهنبدأ بقى في الجديد، يعني احنا لسه هنبدأ في الجديد. ياما حيل ياما. على العموم احنا خلصنا دلوقتي جزيرة البركان وهنروح دلوقتي على جزيرة البرمائيين او الجزيرة اللي تحت الماء. أنا في الطريق، أنا في الطريق، أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. ورحنا دلوقتي جزيرة البرمائيين وعندنا هنا الشوب اللي بيبيع اسلوب البرمائيين، ولكن للأسف انا ما عادش معايا الا 93,000 مع اني كنت مجمع اكتر من 3,500,000. نقودي يا عالم، نقودي يا ناس. هنخش من هنا كده لعم الناس، والنجم دوت بيبيع الاسلوب ب 750,000. العمليه كده راحت مننا، شربت مننا، مفيش كلام. فعشان كده على الاغلب احنا هنشتري الاسلوب واحنا بننهي السلسله. طب ايه؟ طب انت ما قدرتش غير عليا انا؟ هو انا بقيت الحته المايله؟ فخلونا دلوقتي نلفل عشان نروح الجزيره اللي بعدها. اتدلع على الاريكه، اتدلع على الاريكه، اتدلع على الاريكه، اتدلع على الاريكه، اتدلع على ايوه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ ووصلنا دلوقتي ليفل 450 ونقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، ولكن اسلوب البرمائيين هنا ب 750,000 واحنا مش معانا الا 630,000. عشان كده هنروح الجزيرة اللي بعدها وهنبقى نرجع له بقى بعدين. أنا في الطريق، أنا في الطريق، أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. طيب وصلنا للجزيرة اللي بعدها اللي هي جزيرة السما، والجزء دوت مفيش فيه أي حاجة بتتباع، فعشان كده هنزداد في الليفل عشان ننتقل للجزيرة اللي بعدها. ودلوقتي ختمنا الجزء ده من جزيرة السما ونقدر نروح الجزء اللي بعده. وعندنا هنا بقية جزيرة السما وموجود هنا الشوب بتاع هاكي التنبؤ، ولكن ما نقدرش نجيبه الا لما نعمل مهمة سيف شانكس. فخلونا بقى نعمل المهمة ونرجع لكم. 2 hours later. وكده نكون جبنا المفتاح ونقدر نحطه هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده الراجل فين؟ والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبه والله. ودلوقتي نقدر نقول ان احنا موتنا شانكس وجبنا تاني سيف ليجندري في اللعبة. خلونا بقى نروح نجيب هاكي التنبؤ. طيب وجينا عند عمنا اللي بيبيع هاكي التنبؤ ب 750,000. يا نهار اسود. ونقدر نقول ان احنا اشتريناه. كنت مجمع عشان اشتري اسلوب البرمائيين، ولكن للاسف دلوقتي بقى معايا 480,000 تاني وهو ب 750,000، فهنجمع له تاني عشان نعرف نجيبه. انت زعلان؟ زعلان؟ شكلك زعلان جدا وعندك حق والله. واللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا بقى هنختم اخر جزء من جزيرة السما عشان نروح الجزيرة اللي بعدها اللي هي الجزيرة الاخيرة. وقبل ما نروحها ان شاء الله هنكون اشترينا اسلوب البرمائيين. بجد والنبي يا ابو نواف. والله ابشر يا حبيب قلبي، تسلم يا هيكل وربنا. وربي ابشر ارحب. يا اسطى هتقنعني ان انت صليت على النبي النهارده يا اسطى؟ ما تجننيش يا اسطى، صلي على النبي. واخيرا واقدر اقول دلوقتي ان احنا نقدر نروح اخر جزيرة في العالم الاول.
ولكن قبل ما نروح خلينا نيجي هنا نجيب اسلوب البرمائيين اللي احنا ساحبين عليه من اول الفيديو. مش مصدق نفسي يا ليل، مش مصدق نفسي يا ليل، مش مصدق نفسي يا ليل. ونقدر نقول دلوقتي ان احنا اشتريناه. ودلوقتي خلينا نروح على اخر جزيرة اللي هي تقريبا جزيرة سايبورغ. أنا في الطريق، أنا في الطريق، أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. واحنا دلوقتي في جزيرة سايبورغ ودي اخر جزيرة معانا في فيديو النهاردة، والحمد لله ان مفيش اي شوب موجود هنا، مع ان احنا معانا 730,000، ولكن يلا مش مشكلة. بكره تندم يا جميل. خلينا بقى دلوقتي نبدأ نلفل عشان نبقى احنا كده عملنا تاني اخر حاجة في فيديو النهاردة، لان لسه في حاجة كمان هنعملها بعد ما نختم الجزيرة دي. احمد محسن يا احمد يا محسن. ونقدر نقول دلوقتي وبكل فخر ان احنا وصلنا الفاكهة ليفل ماكس، وكمان وصلنا ليفل 700. ولا اي كلام ولا اي كلام. ولكن دي مش هتبقى نهاية فيديو النهاردة، عشان لسه في كذا ايتمز احنا لسه ما جبناهمش اللي هما بيقعوا من البوسات. عشان كده هنروح نحارب البوسات عشان يوقعوا لنا الايتمز بتاعتهم. وبالمناسبة الايتم دوت وقع لي بالفعل، اللي هو بيقع لك من البوس اللي في المدينة اللي تحت المية. ويخلينا دلوقتي نروح نحارب البوسات التانية، وكده نكون جبنا سيف الشارك، وكده نكون جبنا كمان سيف الوردن. وغالبا في كمان بوس بيوقع ايتم، بس انا بصراحة مش فاكر هو مين. طيب معاكم عبد الرحمن دلوقتي من المستقبل، وانا بمنتج افتكرت ان كان في بوس هنا انا كنت حاربته ووقع لي منه الار بي جي ده، وانا نسيت اقول في الفيديو. المهم يعني ان نسبة ان الار بي جي او البازوكا دي تقع لك هي 5%، فلو حد عايز يجيبها، مع اني ما اعتقدش لان ما حدش بيلعب بالاسلحه اللي هي المسدسات والبازوكا والكلام ده، ولكن لو حد عايز يجيبها فربنا يكون في عونه بصراحه، عشان هي 5% بس. يلا بقى واسيبكم مع بقيه الفيديو. فعشان كده انا دلوقتي اعتبر بالفعل جبت كل الايتمز اللي في العالم الاول. لو في اي حاجه فاتتني او انا مش فاكرها او انا مش عارفها يا ريت تعرفوها لي، ما عدا بتاعه ابو حسن اللي في جزيره الرمل، لان ابو حسن مش راضي يبيع لنا الايتمز. انا مش عارف ليه، كل ما اروح له يقول لي يا باشا انت مش مستعد يا باشا، تعالى كمان 5 ايام. اجي له كمان 5 ايام يقول لي يا باشا انت مش مستعد يا باشا، تعالى كمان 5 ايام تانيين. اجي له كمان 5 ايام تانيين يقول لي يا باشا انت مش مستعد يا باشا، تعالى لي كمان. فانا مش عارف بصراحه ايه هي المهمه المطلوبه بالظبط عشان اعرف اشتري منه الايتم، فيا ريت حد يعرفني في الكومنتات. وبس اتوقع نقف لغايه هنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ومع السلامه. لا 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 لا